السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غنقدم معكم البصلة معمرة، كتجي معلكة ولذيذة كيف ما كتشوفوا هكا، بمقادير اللي هي بسيطة، كتجي لذيذة. تبعوا معايا الفيديو. كناخذ البصله ومطيشه كنقطعهم طريفات صغار. كناخذ البصله كنقيها وكنشرحها بحال هكا وكنديرها في الماء كتغلي. كناخذ الروز كنسلق، كنطيب شويه الماء وكنخليه على جنب. هنا داك الماء ديال البصله كندير فيه معلقه ديال الصوص ديال المطيشه، كندير فيه معلقه اولا جوج ديال دبس الرمان. كناخذ عصير ديال معلقه اولا جوج ديال الحامض، عصير الحامض، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. كنضيف شويه ديال الزيت. هنا من بعد البصله ما كيف ما كتشوفوا هنايا كتبان لكم بدات كتفك، صافي كنخرجوها هكا من الماء كنفكوها هكا. كناخذ ديك البصله ومطيشه كنضيف لهم الروز اللي من بعد ما صفيته من الماء. كنضيف لهم شويه ديال الكفته الا كانت عندكم، ما كانش كنخدموا بلا بيها. نضيف شويه ديال الملح، شويه معلقه ديال الصوص ديال المطيشه، شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس. كناخذ شويه ديال الملون الغذائي، الخرقوم، شويه الابزار، سكينجبير الا عندكم الكمون، شويه ديال الزيت، اي زيت متوفر عندكم، معلقه اولا جوج ديال دبس الرمان. وكنخلط هاد المكونات هادو. هنا من بعد ما خلطت المكونات بيدي كيف ما كتشوفوا هنايا كيجيو تبارك الله. هنا كناخذ البصله كيف ما قلت لكم، الا كانت عندكم بصله بيضه احسن. البصله الحمراء كتكون شويه غليظه هكا كيف ما كتشوفوا، كتاخذ هذا اللون هذا. البصله البيضاء كتجي احسن الصراحه عن تجربه. هنا كنعمر هاد البصله اللي عندي بهاد العماره اللي عندي كامله. كنحاولوا نلويوها هكا. كناخذوا يعني المول فاش غنطيبوهم. الا كنتو غتدخلوها للفران ديروها في المول ديال الفران باش يدخل الفران. انا هنايا خديت غير مقله وجمعت عمرت فيها هاد البصله اللي عندي كامله. من بعد ما عمرت البصله اللي عندي كناخذ هذاك المرق اللي صايبناه بالتوابل وبدبس الرمان، وكنعمر عليه هكا. كنغطيه بالغطاء، ومن بعد ربع ساعة حتى لثلث ساعة كيكون هكا هو واجد معنا كيف ما كتشوفوا هنايا. الصراحة جا لذيذ وجا زوين، كنتمنى حتى نتوما تجربوه، والوصفة راه كتكون ناجحة من اول تجربة وشهية طيبة.